أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، أنا هيام حسن ودي قناتي، وإن شاء الله أقدم لك كل ما هو جديد من وصفات سهلة وسريعة. لو أنت أول مرة بتشوفيني دوسي علامة الاشتراك بالأحمر وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة دخول الشهر الكريم، وأسفة جدا على التأخير، وحشتوني 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 جدا. كان عندي عطل جامد في الند، ما كنتش عارفة أنزل لكم فيديوهات، وكتبت لكم على المنتدى وقلت لكم إن غصب عني. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض أساور الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، ومن أحلى الحلويات اللي هتعملوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في الطريقة على طول. اول حاجه عايزين الشربات يكون بارد، فهنجهزه هو الاول. معايا كوبايتين من السكر، هنزل عليهم بكوبايه ونص من الميه، وكمان هنزل عليهم بنص عصره من الليمونه. هرفعهم على نار عاليه يغلوا، وبعد كده هدي عليهم النار لمده 7 دقايق، وبعد كده هنزل عليهم برشه من الفانيليا. وكمان تقدري تحطي قشره الليمونه، بتدي ريحه حلوه قوي. اول الشربات ما يبقى جاهز معايا هنقله في حاجه تانية واسيبه يهدى خالص. تعالوا بقى معايا هنا لفه من الجلاش، وضروري جدا تكون فريش عشان تسهل عليكي في التشكيل. لو بايته عندك او بايته عند السوبر ماركت هتضايقك جدا في التشكيل. انتوا عارفين ورقات الجلاش بتبقى رقيقه جدا، فكل ما كانت طازه كل ما كانت سهله معاكي في التشكيل. هبتدي بقى كده اقسمها من النص، وهرجع احط النصين على بعض، وضروري جدا بعد كده نغطيهم في فوطه. هاخد اول ورقه اللي هشتغل بيها، وهغطي الباقي وهركنه على جنب، وكل ما اجي اخد ورقه هاخدها وهرجع اغطي بالفوطه تاني. خلاص، الخطوه دي مهمه عشان الورق ما ينشفش منك. بعد كده بقى نفرش المفرش السيليكون بتاعنا، ومعايا نص كوبايه من السمنه السايحه، وهبتدي ادهن. افرد ورقه الجلاش وهبتدي ادهنها. مش مهم كميه السمنه قد ما مهم ان الورقه كلها تكون مدهونه. خلاص، زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبتدي يعني الفها على بعض نصين زي ما انتم شايفين، اطبقها نصين. خلاص، وهرجع برضو ادهنها تاني. بعد كده معايا عصيان الشيش طاووق، وألف عليهم استرتش غذائي، وهبتدي ألف الجلاش بتاعنا، وهيتلف معاك على فكرة بكل سهولة لأنه طبعا مدهون. وهسيب آخر حوالي تقريبا صباع كده، آخر حتة كده في ورق الجلاش، وهبتدي أكشكشهم كده وأدخلهم على بعض. أسحب بقى العصاية وهلمها بشكل دائري زي ما انتم شايفين كده، وكده الشكل بقى مظبوط معايا. شكل أساور الجلاش. انتوا حاسينها ان هي مش ماسكة نفسها، او ان هي الطروف مش لازقة على بعض، بس اول السمنة ما هتمسك نفسها وهتتجمد، الشكل هيبقى بصوا بيرفكت خالص. هبتدي ارصها في الصينية. معايا هنا كده صينية مدهونة سمنة. نعمل ورقة تاني مع بعض، طبقها نصين، وهرجع ادهنها طبقة تاني من السمنة. بعد كده هبتدي الفها، بس حاولي وانتي بتلفيها ما تضغطيش قوي في اللفة. حاولي اللفة تكون مهوية شوية عشان لما تيجي تسحبي العصاية ما تكسرلكيش الجلاش. بصوا، نضغطها بقى ونكشكشها على بعض. ولا اجدعها حلواني يا جماعة، من احلى الحاجات اللي بتتعمل في البيت. صراحة كل حلويات البيت بتبقى ليها طعم مميز غير الشارع خالص، طعم وريحة وكل حاجة. بصوا شكلها. خلص بقى الكمية بتاعتنا كلها، دي كده كميتنا. هبتدي بقى ادهن الوش بسمنة. ما شاء الله قطع كمية حلوة. بعد كده حابين بقى تحطوا مكسرات حطوا، مش حابين تسيبوها سادة سيبوها، حابين تحطوا اي صوصات هتحطوا صوصات بعد السوا، مش هتحطوا دلوقتي. خلاص، نوتيلا بقى، مربى، اللي انتوا حابينه. زبدة اللوتس هندخلها على درجة حرارة 180، نشغل الفرن من تحت ومن فوق لحد ما تاخد اللون معانا، وهي مش تاخد اكتر من 15 دقيقة في الفرن. الجلاش ما بياخدش سوا كتير. ده شكلها بعد ما طلعت. على طول طبعا الشربات بتاعنا بارد، هسقيها على طول. حابينها تبقى طرية غطوها، حابينها تبقى كريسبي كده شوية سيبوها، يعني سيبوها مكشوفة. خلاص، انا عن نفسي غطيتها صراحة، كان طعمها حلو قوي، شكلها كمان شيك قوي في التقديم. بقى اعملوا بقى لحبايبكم
عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت لو متابعيني على الفيس او على التيك توك تعملوا فولو للصفحة. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.